عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني خواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم في هذا الفيديو غادي نشوفوا موعد إعلان عن مباراة القوات المساعدة والشروط للولوج إلى مباراة القوات المساعدة 2023. قبل ما نشوفوا هذا الفيديو كنتمنى ديروا اشتراك في القناة وتزيد تدعمونا بلايك للفيديو وبارطاج باش يوصلكم كل جديد بخصوص أي مباراة مقبلة إن شاء الله. بالنسبة لمباراة القوات المساعدة، تستعد المفتشة العامة للقوات المساعدة الشطر الشمال والجنوب لعملية انتقاء لفائدة أهمية حاملي الشهادات. غادي نشوفوا أهم الشهادات المطلوبة في تسجيل مباراة القوات المساعدة. بالنسبة لمازال ما عرفش القوات المساعدة شنو هو المهام ديالها، هو جهاز أمني يسمى قوات المساعدة تحت سلطات وزير الداخلية وأعضائه وأهم أفراد عسكريين. قوات المساعدة لها دور مهم في الغاية، مهم في استتباب الأمن بسائر تراب المملكة، وكذلك تقوم بتقديم مختلف أشكال العون المساعدة ولسكان عندما تصيب البلاد إحدى الآفات والكوارث الطبيعية. وتنقسم إدارة القوات المساعدة إلى مفتشيتين يعهد لكل منها مفتش عام يتكلف بمهمة قيادة الوحدات المرابطة في حدود اختصاصه الترابي، وكذلك جزء من أجهزة الأمن مثل باقي الأجهزة الأمنية كالأمن الوطني والدرك الملكي وأيضا القوات المسلحة الملكية، وهو جهاز يستقطب عدد كبير من الشباب والشابات ذكور وإناث. بالنسبة للتسجيل، تنظم المفتشية العامة القوات المساعدة شطري الشمال والجنوب شهر نوفمبر إلى شهر دجنبر. بالنسبة هذا الإعلان هو إعلان السنة الماضية برتبة مخازني. أما بالنسبة لشروط ولوج القوات المساعدة، يشترط في المترشح أن يكون مغربي الجنسية عازبا، يجب أن يبلغ طول الرياضي عند الذكور والإناث. بالنسبة للذكور 1.70 متر، وبالنسبة للإناث 1.65 متر، بالغا من العمر 18 سنة على الأقل إلى 24 سنة، مقبولا صحيا دون سوابق عدلية، ويجب أن يكون لديه قوة بصرية إجمالية لا تقل عن 16/20 دون استخدام النظارات والعدسات التصحيحية، متوفرا على قوة السمع عالية. بالنسبة للمستوى المطلوب للتسجيل في مباراة القوات المساعدة، أما بالنسبة للمستوى الدراسي لولوج مباراة القوات المساعدة، يجب توفرك على مستوى السلك الثانوي التأهيلي أو حامل للدبلوم التأهيل المهني، أو حصولك على إحدى هذه المستويات الدراسية: مستوى الابتدائي زائد دبلوم التأهيل المهني، مستوى السنة الأولى إعدادي زائد دبلوم التأهيل المهني، ومستوى السنة الثانية إعدادي زائد دبلوم التأهيل المهني، ومستوى السنة الثالثة إعدادي زائد دبلوم التأهيل المهني، وكذلك مستوى الجذع مشترك من التعليم الثانوي، والسنة الأولى من التعليم الثانوي التأهيلي، ومستوى السنة الثانية من التعليم الثانوي التأهيلي أي نيفو باك، أو حاصل على شهادة البكالوريا. كما كانت شهادة البكالوريا سواء 2019 سواء 2020، المهم تكون عندك شهادة البكالوريا. إلى هنا نكون أنهينا الفيديو، وأتمنى التوفيق للجميع. فور إعلان عن مباراة ستلقون أخبار في قناتنا، فقط اشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد بخصوص أي مباراة مقبلة إن شاء الله. والسلام عليكم.